السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهاردة جايبين حاجة حلوة وجميلة وبطريقة بسيطة وبدون خبرة خالص، لا بتعرفي تخبزي ولا على المطرحة ولا حاجة. بص العيش والجمال والحلاوة، الله اكبر ما شاء الله. ده معمول على البوتاجاز من غير مطرحة خالص، من غير فرن غاز، من غير ما تتعب نفسك وتقولي انا ما بعرفش ايه امسك المطرحة ولا اعجن ولا اخبز. اهو حاجة بسيطة وسهلة خالص تعملها في البيت. تعمليها عندك في سحور رمضان جاي، عوز عيش تعمليها على الفطار. بصي الجمال والحلاوة، الله اكبر ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى. بصي اتفرجي معايا بقى لاخر الفيديو، هتعرفي الطريقة ازاي بطريقة بسيطة وسهلة وكل تفاصيل، وعامله لكم الفيديو حتة حتة بكل خطواته، بحيث ان انت تعرفي تعملي حتى لأول مرة بتعملي عجين او بتخبزي في البيت. بصوا الجمال ما شاء الله، الله اكبر. يلا هنتفرج مع بعضينا ونشوفه، وتابعيني لاخر الفيديو. طعمه ما شاء الله، الله اكبر. ان حلاوته انا ما قدرتش اقاوم. وانتي طبعا بصي اهو تحت الشوايه، محدش عنده فرن، اكيد عندك فرن بوتاجاز عادي وعندك بوتاجاز في البيت، يعني لا تقول عندي فرن غاز ولا حاجه. ولو عندك فرن كهرباء هيبقى بنفس الطريقه، سهل جدا، تولع من تحت وتولع من فوق. بصي الله اكبر ما شاء الله. يلا بقى نبدا الطريقه ازاي بكل تفاصيلها. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه في اي خبيز بتعملي، اي عجين بتعملي، لو متعوده اشوف قناتي ان انا دايما لازم بعمل خميره فوريه، خميره في الاول، يعني زي ولده كده، لازم حته خميره بيره. انا بستعملها بيره، مش بستعمل فور كتير، وحبه سكر وذره ملح اهو بتدوبيهم في معلقتين دقيق. لازم تعملي تست الخميره بتاعتك، معلش انت صارفه دقيق وحاجات مكلفاها، فعشان حاجه ما تبص منك وتضمن ان كل خطوه بتعمليها صح وما فيهاش غلطه وعملتي كل خطوه بالظبط، يعني لازم تعملي الطريقه دي. لازم تعملي خميره بره تجربيها زي تيست للخميره. انا كده دوبت يا دوبك فيها معلقتين دقيق او اكتر، ما تكتريش براحتك، وهحطها واسيبها ما بتكملش 5 دقايق بالظبط، لان دي خميره بيره مش زي الخميره البلدي يعني الفلاحه اللي بنعملها. اهو مش هتكمل معاكي، مش هتاخد عبال ما انت تجهزي حاجتك، تجهزي دقيقك، تجهزي الطبق او الحاجه اللي انت هتعجني فيها. اهو بسم الله، ما كملتش حاجه، الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا الجمال اهي كده، الخميره بتاعتك سليمه كده، الخميره بتاعتك هتشتغل صح. يبقى انا جبت الدقيق، حطيت عليه طبعا ذره ملح. الكيلو الدقيق مقداره ملح بياخد معلقه، حطي معلقه واحده، مساح معلقه كبيره ملح، وحط عليه معلقتين سكر. ودي رده ناعمه. طبعا انا مش انا ده دقيق ابيض اللي انا استعملته، بس انت لو في العيش البلدي يا ريت يكون عيش من دقيق من بتاع الفرن. لو مش هتقدر توفريه بتحطي معلقتين او 3 رده زي ما انا حطيت كده، على ده كيلو ونص دقيق بس اللي انا عملته. بتخلطيهم على بعض وتبداي تعجني فيهم. اهم حاجه في العجين ان انتي بياخد يعني بصحة وعافية بقى، وصلى على الحبيب المصطفى وبقى ايه اشتغل، الله اكبر. اهو انت هتبدأ تحطي مية دافية طبعا، لان احنا في الشتاء او في الصيف برضو العيش حبة بتكون المية دافية. وانزل على الخميرة بتاعتي اهي اللي انا عملتها، عشان اطمن ان الدقيق بتاعي او العيش بتاعي يطلع سليم وما يبصي. تمام. هتبدأي تعجني بقى حبة حبة، تنزل ايه بس يديك الصحة والعافية بقى، لان العيش علشان يطلع معاكي صح او اي عجين، في بعض المخبوزات بتبقى محتاجة خصوصا العيش، يعني محتاج منك ان انت تدوسي في العجين والدقيق تدعكيه اكتر من مرة لحد ما يبقى معاكي العجينة هتاخد الملمس اللي انت هتشوفيه معايا، مش تلميهم زي كده وخلاص، لا لازم تدوسي فيهم. اهو صلى على الحبيب المصطفى. ونعجن مع بعضينا. هنا نزلت حبة حبة، انت لا العجينة طرية قوي ولا العجينة يابسة وناشفة. العيش ده شبه العيش الظل اللي احنا بنعمله في الصعيد، بس انا ده عاملاه على اساس ان هو عيش مصر، عيش بلدي اهو. بص انت تفضلي كده تضربي في العجين لحد ما تبقى زي الكريمه، سهله، الانسجه بتاعتها كده اتمسكت مع بعضيها واتجانست خالص. بصوا نازله معايا كيب بكل سلاسه بعد ما كانت بتقطع معايا في الاول اهو. كده معناها ان انت عجنت صح، ويديك الصحة والعافية. وصلى على الحبيب المصطفى. بصي ده كده ان انت كده تمام، العجينة بتاعتك ايه تمام. كل اللي انت هتعمليه هتسيبيها لما تخمر، هنحط عليها الكيس او نغطيها باي حاجة في المطبخ عندك وايه، وهنسيبها لما تخمر وتاخد راحتها. ويا ريت تديها وقتها كافي للخمران. انت هتشوفي اول ما تلاقي الطبق بتاعك اتملى، معنى كده ان العجينة بتاعتك
تمام ومستعدة ان هي تتقطع معاكي وتسمي بسم الله وتبدأي تقطعي. كل اللي انا عملته اهو حبة ردة من ردة النعمة اللي انا استعملتها. الردة دي موجودة عند اي عطار، عند العلافين كتير منها يعرف يجيبها، موجودة في السوق يعني، والارياف طبعا مش يغلبوا فيها. كل اللي انت هتعمليه اهو هتبدأ تقطعيهم. طبعا انت هتقولي انا ما بعرفش اقطع ولا زي ما بنقطع احنا في الارياف، لا انا هوريتك طريقه. بصي انا يا دوبك واخده حته العجين وبدورها بس، مش بعمل اكتر من كده. اهو دقيق وميه بسلك بها ايديا. بصي انا ماسكاها عاديه كأنك حته عجين عاديه معاكي، يعني مش هتقطعيها بالطريقه اللي هم بيقطعوا بيها. اهو كل اللي انت هتعملي اهو تاخديها تعفصيها دقيق، حطها في الدقيق كده عشان تعرف تتحكم فيها ويديكي تانية ما تبقى سهلة في الحركة. اهو انت هتدوريها كده بس اهو وقلبها على وشها بس، مش اكتر من كده لحد ما تخلص عجينك كله. وبعد ما تقطعيه هتسيبيه لما يخمر. طبعا بقى لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده وعجبكم فعلا وهتستفيدوا منه ان شاء الله، اتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة وما تنسوش اللي لايك بقى عشان يرفع الفيديو واتمنى ان انتوا تشرفوني على طول وتكتبوا تعليق باي حاجة انتوا عايزينها اعملها لكم. رمضان جاي وتحضيرات رمضان جاية وان شاء الله يبقى في شغل وحاجات حلوة كتير هتعجبكم باذن الله. اهو انت بتاخديها بتقطعي بقى كبير صغير حسب راحتك زي ما انت عايزه. بصراحه انا كنت شغاله مره تيجي معايا صغيره ومره كبيره، ما دققتش لانها مش هتفرق معايا عشان انا عملت اكتر من مرة. لكن لو انت هتعملي الاول مره انصحك ان العجينه تبقى ناشفه سويه، ما تبقاش طريه قوي عشان تعرف تشتغلي بيها. وفي نفس الوقت قطع العيش صغير، ما تقطعوش كبير خالص عشان لما تيجي تفرديه وتحطيه في الطاسه ما يتقطعش منك، ولو قطع منك مش هينفخ معاكي ويبقى حلو. يبقى كل اللي هتعمليه انت قطعيه صغير وخلي العجينه ناشفه شويه عن ما انا مخليها طريه. اهو كل اللي انا هعمله هقطعهم وصلى على الحبيب المصطفى نزيد النبي كمان صلى عليه الصلاه والسلام. اهو بكل سهوله وبكل بساطه. وما عندكيش فرن غاز ولا حاجه، اديني رحت على البوتاجيز عشان تشوفوا بعينيكم. دي طبعا رخامة المطبخ المكسورة استعملتها مخليها الحاجات دي اعملها. وادي عندها صينية ألمونيوم والردة والنشابة بتاعتك وفيها طبق دقيق. وادي عين البوتاجاز والعة. صلى على الحبيب المصطفى. بصي كل اللي هتعمليه انت جاي هو خمر سيبيه لما يخمر برضو بياخد لحوالي ربع ساعة قبل ما يختمر يديك شكل الدوران ده. الرغيف اللي انت شفتيه ده بياخد شكل الدوران. هحط ايدي دقيق زي كده وبشويش وادي النشابة فيها دقيق وهفرد على طول بس ما لعبش في النص، اخد على الاطراف لانك لو لعبت في النص كتير هيرج معاكي ومش هيخمر حلو معاكي وهو بيطلع في الصينية هيبقى خفيف. بص اهو انا بشويش خالص بخليك رشيقة كده وايديكي ملسة وناعمة هيطلع معاكي عيش ما شاء الله. وصلوا على الحبيب المصطفى كمان مرة. بصي يعني دوا بيشيل ازمات كتير انت بتجعي فيها. ما عنديش عيش دخل عندي ضيف، المهم بتعرف تتصرفي وبكل سهولة بكل بساطة بحاجة كده فعلا بصراحة جميلة جدا جدا. يعني انت لو حبيتي تعملي حواوشي مصري ابسط حاجة بدل ما تشتري العيش تعملي بقى حجم الرغيف اللي انت عايزاه وتطلعي حاجة بيتي عندك حاجة نظيفة ومضمونة. او انا هتاخديه على طراطيف صابعك بس معلش بشويش خالص علشان تحطيه في الصينية اهو بشويش ما شاء الله. بصي وهننزل بيه فين؟ انا هعمل صينيتين عشان صينيه على البوتاجاز وصينيه تحت الشوايه بحيث ان انا اخلص الكميه بسرعه. اهو انا مولعه العين بس انا مولعه علشان بس تعرفوا ان انا هستعمل البوتاجاز، لكن طبعا يعني حرام تستعمل الغاز ده كله وتسيبيه ولع. انا خدت رغيفتين اهو. كل اللي هتعمليه بص اهو انا فشيت خمران وبدايه كده وانا ايديا فيها دقيق وانزل بالنشابه والنشابه هتحطي فيها دقيق لو لزجت اهو. انا جربت اخلص الرغيف التاني اهو. يبقى اعمل ايه؟ احط ده على العين ومولعة في نفس اللحظة الشواية من تحت وانا واقفة اهو. كل اللي انا هعمله هكمل الرغيف التاني اهو. انا بس حبيت اجيبها بالتفصيل معاكم علشان ما تقوليش انا معرفتش اعمل، لا هتعرفي تعملي يا ست الكل. وحتى لو انتي اول مرة تعملي او تخبزي في البيت ودي بستي ليها فرحة وسعادة. والخبيز في البيت قلت لكم قبل كده بركة وخير. يا رب يدوم علينا البركة والخير ويديكم الصحة والعافية. وما تنسيش الاشتراك في القناة وما تنسيش تعملي لي لايك وما تنسيش تفعل الجرس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصي اهو انا هفرد الرغيف التاني اهو كده عندي. شايفة البوتاجاز انا بحرك الصينية لو انت ملاحظة ايديا التانية شغالة وعيني على الصينية.
امتى بقى انا احوشها وانزلها تحت الشوايه؟ او انا هوريكي. بص، ما لكمش دعوه، انا بمسك الحاجه سخنه، ده انا متعوده على كده، بس ما تعملوا ازاي. او كل اللي انت هتعمليه هتحط رغيفك ده. بصي اهو انا حطيته، تمام. كل ده بصي، هتشوفي شكل الصينيه امتى احطها تحت الشوايه. اهو لما تلاقي بالمنظر ده البجاليل دي طالعه كده، يبقى كده رغيفك تمام من تحت. اديني فاتحه الشوايه ومش مولع الفرن من تحت، ما هو خلاص كده لما خد وش من فوق من على البوتاجاز من فوق، ينزل تحت الشوايه واتفرجوا عليه. وصلوا على الحبيب المصطفى كمان مره، وزيدوا النبي صلى عليه الصلاه والسلام. اهو بصوا، الله اكبر الله اكبر. ما تنسوش تشتركوا معايا في قناه بنت السلطان وتتابعوني دايما عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بصوا الجمال. صلوا على الحبيب المصطفى، هتلاقي طالع الله اكبر الله اكبر. بس انصحك بلاش تعملي صينيه من الكبير اللي انا استعملته ده، خليكي في صواني البسبوسه علشان يحمر معاكي حلو من كل الجوانب، ما تضطريش ان انت تلفي كتير زي ما انا تعبت وعملته. بصي اهو، بس انا كنت عايزه اصور الفيديو. بصي الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. ليه فرحه جدا لما عينيكي تشوف رغيف طالع بالمنظر ده. الله اكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة كده بجد يعني تبسط وتفرح. بصوا الواحد كان مبسوط خالص وهو شغال وولاده حواليه. ده حاجة هتسعدك، حاجة هتفرحك، وسهلة وبسيطة جدا. ابدأ بنص كيلو دقيق، مش هقول لك كيلو، خليكي في نص كيلو دقيق. اطلع لك كام رغيف برضو حلوين، واعمليهم صغيرين مش كبير خالص، وانتي هتلاقي سعادة وهتلاقي انبساط ان انت عملتي حاجة بايديكي بالمنظر ده. انت كل شوية هتلفي الرغيف، ما تسيبهوش لان انا سبت الرغيف منه متحرك بس ما حبيتش اجيبه لكم. بصوا اهو، هتفضلي تلفي فيه يعني كل شويه تغيبي وتحركيه تغيبي وتحركيه لما تلاقيه كله استوى. وما شاء الله الله اكبر. آه شكله بجد يفرح ويفتح النفس. انا على فكره عندي فرن الغاز وبعمل عيش على فرن الغاز وبريح كمان على المطرحه، بس انا حبيت اوريك ان ازاي لو انت ما عندكيش دي، لو انت بتعرفيش او تطلعي احلى عيش اهو. صلوا على الحبيب المصطفى الله اكبر. ما تنسوش تشتركوا في قناه بنت السلطان وفعل الجرس كمان. اعمل لك كمان رغيف وهوريكي ان انا في اللحظه اللي انا بعمل تحت الشوايه من فوق شغاله العين عليها، هحط فيها رغيف وانا شغاله برضو بحط، عشان بس الناس تصدق ان انا مش معاملاه في فرن غاز ولا حاجه. اهو بصوا ما شاء الله. جربي، بصي جربي مره واتنين وتلاته، هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهوله. اتزنقتي وانت في مصيف، اتزنقتي وانت في سفر، اتزنقتي وانت في مكان ما فيهوش فرن وعايزه عيش، اهو قدامك الطريقه وبكل سهوله وبكل بساطه. وربنا ييسر لنا الحال، وكل سنه وانتم طيبين. وهو بصوا انا كده عملت لكم كمان رغيف تاني هو شغال اهو من فوق. معلش هي الاضاءه مش جوي لان انا اضاءه المطبخ ضعيفه، فاضطريت ان انا اجيب لندا وانور عشان تشوفوا هو اللي تحت الشوايه. اللهم صل وسلم وبارك. بصوا لازم تلفيها بس كده، بس الافضل زي ما قلت لك صينيه بسبوسه بحافه صغيره بحيث ان هي تحمر معاكي احسن من كده. اهو بصوا صلى على الحبيب المصطفى الله اكبر. ادي الجمال وادي الحلاوه كمان رغيف، وانا عملته وخلصته كله. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اهو الله اكبر. ده عشان حافة الصينية بس الكبيرة العالية دي مخليها الابيض من الحوافي، لكن انا قلت لك لو صينية بسبوسة زي ما في اول الفيديو انا عملته منه على صينية بسبوسة كان حلو بس ما صورتوش. بصوا الجمال الله اكبر الله اكبر. اهو تعملي فيه سندوتشات براحتك، تعملي فيه حواوشي براحتك، الله بصينية بطاطس في الفرن، الله بشوية ملوخية خضراء ولا شوية تاني شوية بتاع ده كنت هقول والله نسيتوني من حلاوة العيش وجماله نسيتوني. طب صلوا على الحبيب المصطفى تاكلي بيه اي حاجة وبالهنا والشفا ليكي واولادك. وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس وكمان لايكات عشان الفيديو يرفع معانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا الجمال والحلاوة، واتمنى ان يكون الفيديو فعلا عجبكم وفادكم. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.